في عندي قاعده في الالماني اسمها الداتيف. سيبك من اسم القاعده خالص، زي ما احنا متعودين انا همشي خطوه خطوه اهو. خلاص، عشان ايه؟ لو هتكتب تكتب ورايا. سيبك من اسم القاعده خالص، تمام كده. احنا فاكرين ان احنا خدنا قبل كده قاعده مين؟ قاعده الاكوزيتيف. خلاص كده، قلنا ايه في قاعده الاكوزيتيف؟ قلنا ان احنا عندنا فاعل وفعل ومفعول به في الجمله. خلاص كده، لازم شرط اساسي في الجمله ان انت يكون عندك فاعل، فعل، مفعول به. خلاص، يبقى ده كده ايه رقم واحد. جينا في الشرط الثاني، جيت قلت لك ايه في الاكوزاتيف؟ قلت لك لازم ان انت ايه، لازم ان المفعول به الاداة بتاعته تكون ديا، وبناء عليها نروح نحولها، نخليها دين. خلاص، وجينا قلنا الاين هتتحول لمين؟ لاينن. وجينا قلنا الكاين هتتحول لايه؟ لكاينن. خلاص، احنا كنا بنعمل القصة دي فين؟ في الاكوزاتيف. خلاص، وقلت لك بشرطين، ان انت الشرط الاولاني يكون عندك فاعل، فعل، مفعول به. الشرط الثاني يكون عندك ايه؟ المفعول به الاداة بتاعته دي. خلاص كده. طيب، نفس القصة هنا في الداتيف، بس في اختلاف صغير. خلاص، ايه الاختلاف الصغير؟ هنا نفس القصة، هيكون عندك فاعل، فعل، مفعول به. هيكون عندك فاعل، فعل، مفعول به. طيب، يبقى ده كده ايه اول شرط. الشرط الثاني قال لك هنا هيكون في عندك حروف جر قبل المفعول به. في حرف جر هيجي لك قبل المفعول به، يبقى ده كده كام؟ ده الشرط رقم ثلاثة. او يعني لو ما فيش حرف جر، هتلاقي في عندك افعال معينة في الجملة. هتلاقي عندك افعال معينه في الجمله، الافعال دي لازم تحفظها. يعني لازم حضرتك تحفظها. خلاص كده، الافعال دي بتعمل لي مين؟ داتيف. سيبك من الداتيف، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل عندي لو انا الشرطين دول اتوفروا عندي؟ ايه اللي هيحصل عندي لو الشرطين دول ايه توفروا عندي؟ خلاص، قال لك هيحصل تغيير في كل الارتكل اللي موجوده عندك في الجمله. بمعنى ان انت لو الشرطين دول حصلوا، لو الشرطين دول حصلوا، اللي هو عندك فاعل، فعل، مفعول به، وعندك حرف جر او افعال احنا مطلوب مننا ان احنا نحفظها، هناخدها دلوقتي. قال لك الارتكل كله بيتغير. بيتغير ازاي؟ قال لك ان الدية، قال لك ان الدي بتتحول لدية. الدي بتتحول لدية، والدية والدس بيتحولوا لديم. خلاص كده. والدي اللي هي الجمع بتاعتنا بتتحول لدين، والاسم اللي احنا بنجمعه هنحط عليه ان. اعيد تاني، اعيد تاني. في عندك جملة فيها فاعل وفعل ومفعول به. المفعول به ده احنا كده مش قضيتنا بقى هنا، المفعول به في الايه؟ في الداتيف. امال ايه؟ قال لك انت هتلاقي في عندك حرف جر في الجملة، او مجموعة افعال معينة. الافعال المعينة دي هتروح تغير لي الارتكل اللي موجودة. تمام، الارتكل دي هتتغير، ايه اللي هيحصل فيها؟ قال لك ان الدي هتتحول لدية، وعندك الدس والدية دول هيتحولوا لمين؟ لديم. وقال لك ان الدي جمع. خلاص، هتتحول لدين. والاسم اللي انا هجمعه او اللي احنا بنتكلم عليه هنحط اخره ايه؟ ايه ان. ان، خلاص كده، هنحط اخره ان. خلاص يا شباب. طيب، تعالى ناخد مثال. انا بقول لك دلوقتي ايش جيات سو ديا شولا. ايش جيا سو ديا شولا. انا رايح للمدرسه. خلاص كده. دلوقتي انا اتوفر عندي ايه؟ اتوفر عندي الشرط الاولاني اللي هو فاعل وفعل ومفعول به، اللي هو ايش والجيا والشوله. ادي كده فاعل، فعل، مفعول به. الشرط الثاني، في عندك حرف جر اهو اللي هو تسو. التسو ده لما جه في الجمله ايه اللي حصل؟ حول لي الدي بقت ديع. خلاص كده. طيب، ناخد مثال تاني. انا بقول لك هنا wir reisen mit dem Zug. احنا بنسافر بالقطر، او احنا مسافرين بالقطر. خلاص كده، احنا مسافرين بواسطة ايه؟ القطار. تمام، ايه اللي حصل هنا؟ في عندك فعل وفعل ومفعول به. طيب تمام، ايه الشرط؟ في حاجة تانية موجودة، عندك مت. خلاص، مت دي موجودة. يبقى ايه اللي هيحصل؟ عندك دي هتتحول لمين؟ هتتحول لديم. طيب، بعد كده منى هيلف ديم كيند. منى بتساعد الطفل. ايه اللي حصل هنا؟
ايه اللي حصل؟ ما انت ما عندكش حرف جر هنا، بس عندك هيلفن، وهيلفن بيعمل لي داتيف. ايه اللي حصل؟ داس كيند اتحولت لمين؟ لديم كيند. طيب تمام. هنا بابا كومت فون دير اربايت. ايه اللي حصل هنا؟ في عندك حرف اهو، فون. طيب عندك اربايت اتحولت لايه؟ دي اربايت اتحولت لمين؟ لديا اربايت. تمام. هنا دي فاتا كاف دين كندن داس بوخ. هم؟ الاب اشترى لاطفاله كتاب. ها؟ ايه اللي حصل هنا؟ في عندك مفعولين في الجمله. القاعده دي ان شاء الله هناخدها في الادز فاي. خلاص، ان انت لو عندك مفعولين في الجمله، المفعول به العاقل هو اللي ايه، هو اللي بيكون داتيف.